أهلا بيكم. النهاردة هنفتح مع بعض صفحة مهمة قوي في الاقتصاد، وهنحكي قصة يمكن مش بنفكر فيها كتير. قصة المنتجين، الناس اللي بتصنع وبتزرع وبتوفر كل حاجة حوالينا في حياتنا اليومية. كلنا أكيد بنسأل نفسنا السؤال ده. ليه سعر فنجان القهوة اللي بنشربه الصبح بيتغير؟ ليه أسعار الخضار والفاكهة في السوق يوم فوق ويوم تحت؟ ليه تكلفة أي خدمة ممكن تزيد أو تقل من غير سابق إنذار؟ الحقيقة إن الإجابة عبارة عن حكاية ليها طرفين أساسيين، طرف بيشتري وطرف بيبيع. في تحليلنا النهاردة هنركز على النص الأول من الحكاية دي، قصة البائعين أو المنتجين اللي بنسميها في علم الاقتصاد العرض. تمام. يبقى قبل ما نغوص في تفاصيل السوق وقرارات المنتجين، لازم الأول نتفق على تعريف واضح لكلمة العرض دي. إيه هو المفهوم الأساسي اللي هنبني عليه كل اللي جاي؟ ببساطة شديدة العرض هو كمية سلعة أو خدمة معينة المنتجين عندهم الرغبة وكمان القدرة إنهم يبيعوها. وخلونا نحط خط تحت الكلمتين دول لأنهم مفتاح كل حاجة، الرغبة والقدرة. يعني مش كفاية أبدا إن المنتج يكون عايز يبيع، لا، لازم كمان يكون قادر فعلا إنه ينتج الكمية دي ويقدمها في السوق. وعشان الفكرة دي تبقى واضحة وعملية هنستخدم مثال كلنا عارفينه كويس: حبوب البن. هنتخيل نفسنا مزارعين بن ونشوف قراراتنا كمنتجين هتتغير ازاي مع تغيرات السوق. زي أي لعبة، لعبة الإنتاج والبيع ليها قوانينها، والقانون الأساسي اللي بيحكمها هو قانون العرض، ودي القاعدة الذهبية اللي كل المنتجين بيمشوا عليها. القانون ده منطقي وبسيط جدا، بيقول إن كل ما سعر السلعة بيزيد كل ما المنتجين بيتحمسوا أكتر وبيبقى عندهم دافع أكبر إنهم يعرضوا كميات أكبر منها في السوق. يعني العلاقة بينهم طردية، السعر يعلى الإنتاج يعلى معاه على طول. والرسم البياني ده بيلخص لنا القصة كلها، ده اللي بنسميه منحنى العرض. لاحظوا إنه طالع لفوق، وده معناه إيه؟ معناه إنه لما كان سعر البن 30 المزارعين كانوا بيعرضوا الكمية الأقل اللي هي Q2. لكن بصوا ايه اللي حصل لما السعر نط ووصل ل50؟ الحماس زاد طبعا وعرضوا كمية أكبر بكتير اللي هي Q1. أهم حاجة هنا إحنا بنتحرك على نفس الخط، السعر هو بس اللي بيتغير فبيحركنا من نقطة لنقطة على نفس المنحنى. جميل، احنا كده شفنا ازاي السعر بيحركنا فوق وتحت على منحنى العرض. لكن السؤال بقى، ايه اللي يخلي المنحنى ده كله على بعضه يتحرك يمين او شمال؟ هنا بقى بنتكلم عن عوامل تانية خالص ملهاش دعوة بالسعر الحالي. في شوية عوامل خارجية قوية تقدر تحرك منحنى العرض بالكامل، زي مثلا تكاليف الإنتاج لو أسعار الأسمدة أو أجور العمال غليت، أو مستوى التكنولوجيا لو ظهرت فجأة آلة جديدة بتسرع الحصاد. كمان حاجات زي الضرائب اللي تفرضها الحكومة أو الدعم اللي بتقدمه، وحتى أسعار السلع التانية والإنتاج الموسمي، كل دي حاجات بتأثر. خلينا ناخد مثال. تخيلوا إن مزارع البن بتاعنا اشترى آلة حصاد جديدة ومتطورة. دي تكنولوجيا أفضل، صح؟ ده معناه إنه بقى يقدر ينتج كمية أكبر من البن عند أي سعر ممكن. في الحالة دي منحنى العرض كله بيتحرك ناحية اليمين من S ل S1، والنتيجة إنه عند نفس السعر اللي كان بيبيعه بيه زمان بقى يقدر يعرض كمية أكبر، ودي حاجة ممتازة جدا للمنتج. وهنا بقى بيحصل العكس تماما. لو سعر الأسمدة زاد فجأة، ده هيرفع تكلفة الإنتاج على المزارع، وبالتالي قدرته على إنتاج البن هتقل عند كل سعر. وهنا المنحنى كله بيتحرك ناحية الشمال من S ل S2، وطبعا ده خبر مش كويس خالص، لا للمنتج ولا للمستهلك. دلوقتي خلونا ندخل في مفهوم أعمق شوية وهو مرونة العرض، والمصطلح ده ببساطة بيقيس مدى سرعة استجابة المنتجين للتغير اللي بيحصل في الأسعار. يعني فكروا فيها كده، هل كل المنتجين بيقدروا يزودوا إنتاجهم بنفس السرعة لو الأسعار زادت؟ هل رد فعل مزارع القمح هيكون زي مصنع التيشيرتات أو زي رسام بيرسم لوحات فنية نادرة؟ أكيد لأ، وهنا بتظهر فكرة المرونة. بصوا على الصورتين دول، اللي على الشمال بتوضح العرض غير المرن. فكروا فيه زي لوحة فنية نادرة، مهما سعرها زاد الفنان مش هيقدر يرسم واحدة زيها فورا، عشان كده المنحنى بتاعه واقف شبه رأسي، الكمية المعروضة تقريبا ثابتة. أما اللي على اليمين فده العرض المرن، زي مصنع تيشيرتات، لو السعر زاد والطلب علا المصنع يقدر يشغل ماكينات أكتر ويزود الإنتاج بسهولة وسرعة. عشان كده المنحنى بتاعه مفروض أكتر، شبه أفقي، استجابته للسعر سريعة جدا. لغاية دلوقتي كنا بنحكي قصة المنتج لوحده، لكن المنتج مش عايش لوحده في السوق. قصته دي لازم في نقطة معينة تتقاطع مع قصة الطرف التاني، وهو المستهلك. وهنا بقى القصة كلها بتوصل لذروتها. بصوا على الرسم البياني ده، يمكن ده أشهر رسم بياني في علم الاقتصاد كله. الخط اللي طالع لفوق هو منحنى العرض S بتاع المنتجين اللي كنا بنتكلم عنه طول الوقت،
والخط اللي نازل لتحت هو قصة الطرف الثاني، منحنى الطلب دي بتاع المستهلكين. شايفين النقطة دي؟ النقطة الوحيدة اللي الخطين لمسوا بعض فيها، دي مش مجرد تقاطع، دي أهم نقطة في السوق كله. والجدول ده بيشرح نفس الفكرة بس بالأرقام. بصوا كده، لما كان سعر البن 10 ريال، المزارعين كانوا عايزين يبيعوا 200 طن، بس الناس كانت عايزة تشتري 70 بس. ده معناه إن في فائض في السوق. طب ولما السعر نزل ل 4 ريال، حصل العكس. الناس كانت عايزة 160 طن، بس المعروض كان 110، وده بنسميه عجز. لكن في سعر واحد بس، الكمية اللي المنتجين عايزين يبيعوها بتبقى هي بالظبط نفس الكمية اللي الناس عايزة تشتريها. والنقطة السحرية دي بتحصل عند سعر 6 ريال. عند السعر ده تحديداً الكمية المعروضة بتساوي الكمية المطلوبة، وهي 130 وحدة. ده اللي بنسميه سعر التوازن، السعر اللي بيرضي الطرفين واللي السوق في النهاية بيستقر عنده. طيب، كل الكلام والنظريات دي مهمة ليه في حياتنا؟ إزاي فهمنا لقصة المنتج دي بيساعدنا نفهم العالم اللي حوالينا بشكل أفضل؟ خلونا نلخص أهم النقط اللي لازم نطلع بيها. خلونا نلخص أهم 3 نقط. أولاً، قانون العرض اللي بيقول إن المنتجين بيزودوا الكمية لما السعر يزيد. ثانياً، التغير في العرض، وده لما المنحنى كله يتحرك يمين أو شمال بسبب عوامل خارجية زي التكنولوجيا أو التكاليف. وأخيراً، نقطة التوازن، وهي دي السعر اللي بيتفق عنده المنتج والمستهلك وبيحصل عنده البيع والشراء. بكده نكون فهمنا نص الحكاية، قصة المنتج. لكن فاضل سؤال مهم جدا: إزاي رغباتنا وقراراتنا الشرائية إحنا كمستهلكين بتغير المعادلة دي كلها؟ ده اللي هنكتشفه في النص التاني من القصة.